أنا عندي مدة ما شفتك، شو كنت تحكي لي شوية على جديدك؟ جديد هو تو التكوين الجديد اللي هو عناصر 2018 اللي هو سبتمبر 2018 بمقر بتاعها مدينة الثقافة اللي هو الحمد لله بعد كل الغياب الطويل اللي صار علينا. الحمد لله تو فما تكوين جديد، جيل جديد. نحبوا أكثر نمشيوا للهوية التونسية ونركزوا عليها أكثر، للتراث متاعنا والفولكلور العادات والتقاليد بتاعنا. هو إن شاء الله بيانتو باش يكون هالجيل هذا هو المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله بتاع تونس بيان سور باش ندربهم على كل شيء بإذن الله. أي خاطر احنا شوف كي تقول فرقة وطنية فنون شعبية شنو تقول؟ تقول المالوف، تقول الصوفي، تقول الموسيقى، تقول الرقص، تقول اللبس التقليدي. يعني كل ما هو مكون التراث التونسي، التراث التونسي ثقافة الفرقة ذيك. علاش هو وقت اللي تأسست في عهد بورقيبة وتأسست على سي صالح المهدي، تأسست على تراث انه يتكون يبدا من بنزرت حتى البنكردان، اللي الفرقة ذي في عاود يقول لك انا نهز في رقم من كل بلاصة. أنا هوكا عندنا الفرقة الوطنية هي ملمة بالتراث من كل الجهات هذيك، ويقع تدريبهم في العاصمة التونسية، وين يكون يبدأ بورقيبة عنده رحلة ولا حاجة تكون الفرقة المرافقة الأولى له. باهي برشا. كانت تسبب هي الفرقة الوطنية في دخول السفارات. الفرقة دخلت قبل ما تكون سفارات في بعض الدول. واليوم هي الفرقة الوطنية في التاريخ نتاعها عندها أكثر من 18 ميدالية. يعني كيف فريق قومي تقول هو فريق قومي، كيف الرشيدية، كيف الفرقة الوطنية للموسيقى. وهو الغريب اللي ما صارتش ملمين بها هذه. يعني نورمالمون ريتها في الفن التونسي يلزموا يكونوا ملمين به. لكن الحمد لله احنا توا ديما نقولوا انا قاعدين نقدموا كل مره خطوه. اي الحمد لله. غزمو هكا انت تفكرت حكايه كيما هكا وقاعد تقدم بها، وفرصه زاده باش يشوف المتفرج معانا الفيتيغ هذايا اللي انت جبته لنا باش يتفرج في التمارين نتاع الباليه كيفاش يصيروا كيف التكوين. برافو طارق، يعمل كيف السبوت والتدريبات ما يحطوا اللي الرقص انه حاجه بسيطه او حاجه عاديه، يحط له كاسات يقوم يشطح ليه. مش فيها فن. الرقص هذايا فن، فيها ديباز، فيه الخطاوي، فيه ايقاع، فيه تركيز، فيه برشا خدمه. الرقص باش يتكون الباز برك عام بارك الله. ما عندك في عام باش تكون رقص يسمع الايقاع ويتعلم الخطاوي وياخذ الباز. هذا باش يتعلم لمده عام. العام اللي بعده باش يبدا يدخل في الخطاوي الرسميه والتابلوات نتاع التصميم اللوحات اللي باش تكون. لكن احنا ديما اختصرنا في الوقت اللي نعديو 4 شهور وندخلوا العناصر باش في اللوحات الرقص، خاطر ما عندكش وقت بتاع اللي براحتك باش تكون الرقصين. لا، فما ضغط بتاع الديساليري، فما ضغط بتاع وقت، ويلزمك تكون موجود على الساحه الفنيه. لكن الحمد لله كفكره هو شكون هو توا رئيس الباليه وهو بيدو مدير الفني سي عماد عماره مع المساعده نتاعو سعيده بن عمر. الحمد لله لقينا فما تجاوب كبير وفما تجاوب من جينيراسيون جديده. كما قلت لك التكوين الرقصي المسال يلزم فتره طويله باش تكون حاضر وباش تحضروا على السين، خاطر يلزم عنده ميزون سين، ويلزم عنده استاذ نتاع ركح، ويلزم عنده استاذ نتاع ايقاع واستاذ نتاع موسيقى. هذا كله باش تكون راقص يولي موجود على المسرح ويمثل باش يكون صح اليوم. معناها فريمون تفرهيده كبيره. شنو تفرهيده وضغط قوي وفيها برشا تمارين، والتكوين نتاع في الرقص الفولكلور التونسي قوي برشا. ماهوش خطاوي نتاعها صعاب، راهو الفارس والصوفي
وفي التونسي مش كأي رقص آخر، هو أكيد. ياسر مع الكوستيم نتاعو ورزنه يعطي حاجة أخرى، حاجة ياسر مزيانة. أي ياسر حاجة مزيانة برشا. الجديد بالنسبة لنا احنا تو الفرقة الوطنية هو تو عرض النوال. عرض النوال موسيقى وغناء معز ترودي، كوريغراف واخراج هو عماد عمارة. هو مشروع حلو برشا بتاع هذايا دايوغ اللي جبت لنا الفيتير نتاعو باش نتفرجوا فيه سبوت. هذا هو سبوت هذا نتاعو حلو برشا. عرض النوال هو مستخرج من عرض لو كان نتفرجوا فيه قبل ومن بعد نحكيوا عليه شوي ما فهمتش حتى مشكل. تفضل نعديو السبوت نتاع عرض النوال. ما يعمل كيف ان شاء الله. احنا تو ماخذين فيه برشا وعود ان شاء الله خارج تونس وداخل تونس. اول عرض باش يكون هو خساره ما كان باش يكون في رمضان يوم 24 ان شاء الله غالب. ان شاء الله يا ربي تتحل الدنيا بعد في اول ماي مع شهر التراث ان شاء الله. عندنا ممكن في باب السويقه زاد باش يتعدى، ومع وعود رسميه ان شاء الله موجوده قدره الله. المهم تتعدى المرحله ذي على خير، وان شاء الله العرض هذا باش يكون فيه برشا حاجات ملمه من الصوفي للتونسي، فيه تصور جديد وحاجات من القديمه، مع غناء ما شاء الله معز ترودي، مع قوه الكوريغرافي ما شاء الله عليه تبارك الله عليه. يعني ترى توا حاجه للمستقبل. احنا ان شاء الله مطمنين على الخطوه الاولى على الاقل ذي اللي بدينا بها، باش نكونوا عندنا بالي جديد، فرقه جديده، عرض جديد، ورؤيه جديده وتصور جديد ان شاء الله. قدرة ربي ان شاء الله. ان شاء الله والله ان شاء الله. قولك نعملوا تلا على دنيا. شو نقولها لك راني ما عادش شويه لازمنا نمشيو. سي ما عادش. هاي نمشيو. هاي نمشيو دنيا.